الثدي هو معيار الانوثه عند اي بنت، هو اكتر حاجه جميله بتبين جمال البنت وبتخليها فرحانه بنفسها وفرحانه بانوثتها. عمليات تجميل الثدي دلوقتي ما بقتش رفاهيه. انا دكتور احمد الادور، استشاري جراحات التجميل. في الفيديو ده هنشرح شرح مبسط لعمليات تجميل الثدي. تجميل الثدي هو مفهوم واسع وكبير، لكن بيشمل في محتويات 3 اجزاء. اول حاجه عمليات تكبير الثدي، ده للسيدات اللي هم عندهم ضمور في حجم الثدي، سواء المشكله كانت جينيه او كانت بعد فقدان وزن شديد. تكبير الثدي بيتم بطريقتين، اما بحشوات السيليكون واما بحقن الدهون الذاتيه. الموضوع الثاني هو موضوع تكبير الثدي. على العكس، السيدات اللي عندهم حجم الثدي متضخم جدا ومسبب لهم مشاكل، بنحتاج ان احنا نعمل لهم عمليه تصغير الثدي. تصغير الثدي من العمليات الامنه اللي بترجع ثقتنا بنفسنا كتير وبتفرق جدا في ثقه السيده. الموضوع الثالث هو موضوع شد او رفع الثدي. ده بيبقى في السيدات اللي عندهم ترهل شديد في حجم الثدي، الجلد نفسه بتاع الثدي نزل وحصل فيه ترهل، والحلمه والهاله البنيه مش موجودين في مكانهم الطبيعي، بقوا بعاد عن مكانهم الطبيعي، وانسجه الثدي ممكن تكون طبي او حجمها قل شويه. ساعتها بنحتاج ان احنا نعمل عمليه بسيطه، ان احنا زي ما بنعمل في شد البطن بالظبط بنشيل الجلد الزائد، نفس النظام في الثدي بنشيل الترهلات او الجلد الزائد في الثدي وبنعمل شد ورفع للثدي. ده باختصار المقصود بعمليات تجميل الثدي، اما تكبير او تصغير او شد ورفع. وفي الفيديوهات القادمه هنتكلم بشرح تفصيلي عن كل عمليه. شكرا.